صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي الفيديو وصل لك فيه. فانا في الفيديو ده هتناقش معاكي او هنتكلم عن شوية خطوات ازاي تكوني سيدة راقية. بس لو انتي منتظرة من الفيديو ده ان انا اقولك الست ازاي بتقف كده، البنت ازاي بتقعد كده، فواضح من صوتي ومن اسلوب كلامي ان انا لا، مش الشخص اللي هيتكلم في ده او هيناقش ده. انا كنت اتمنى ان انا اكون الشخص ده، بس مع الاسف دي مش حقيقتي. انا هتناقش في حاجات تانية خالص مش كتير بيتناولوها في الموضوع ده، فاتمنى نكمل مع بعض الفيديو وتكوني مبسوطه. اول خطوه، ما بنتكلمش في ظهر حد، ما بنتكلمش عن حد، مش بنشارك في الاحاديث دي عشان خاطر ربنا، عشان خاطر نفسك، عشان خاطري. ما بنجيبش سيره حد، ما بنقولش الفاظ بذيئه. يعني آه، الفاظ بذيئه تخدش حياء الناس اللي قدامنا، خصوصا لو حد مش مقرب او معرفتنا ليه سطحيه، وطبعا يفضل ما نقولش خالص. انا عن نفسي بحس ان ده بيخلي جو ريحته وحشه كده، اللي هو عارفين مشهد محمد رمضان اللي هو المكان ده فيه شياطين؟ انا بحس ان دي دعوه للشياطين، تعالوا اقعدوا معانا المكان اهو وكلامي زي القرف، القعده هتعجبكم قوي. مش بننده حد باسمه ومش بيحبه، كلابيزو، ابو طويله، دلع هو بيكرهه وما بيحبوش. ما بنندهش حد هو متضايق من الاسم، ما تندوش بيه، ما تضايقوش. يعني حتى ولا تنابزوا بالالقاب. الهزار يعني انت تضحك وانا اضحك، انت تكوني مبسوطه وانا اكون مبسوطه، انت تكوني مبسوطه وانا متضايقه او محرجه. لا ده مش هزار، صدقيني ملهوش اسم تاني غير وقاحه، تمادي، تعدي حدود، قله ادب. من الاخر يعني ما بنطلعش حد على المسرح عشان احنا نقعد نضحك والمفروض ان هو دي حاجه كويسه. لا لا لا، ما بنعملش كده. نستأذن قبل ما نروح عند اي حد، ويفضل يكون بفترة كافية، يعني اللي هو وقت كافي، خصوصا لو مفيش حاجة ضرورية، بحيث ان هم يقدروا يجهزوا نفسهم، يكونوا جاهزين لاستقبالنا. او لو مش جاهزين يعتذروا ونعمل ميعاد تاني، مش ما نطبش على الناس كده في بيوتها. ما نتصلش بحد بعد 9 بالليل، لو خصوصا لو مش مقرب قوي، ولا قبل 12 الظهر، الا لو في حاجه كارثيه خلاص مصيريه، حياه او موت يعني. نحافظ على نظافتنا، ريحتنا، عشان بس ما نضايقش الناس. انا بقولكيش امشي فواحه، انا بس بقولك ما يعني حافظي اللي هي اساسيات النظافه، اعمليها بحيث ان انت ما تبقيش ريحتك منفره او مزعجه للناس. وفي ناس اقل الروايح بتوصل لها. بقى مش ما علينا من مشاكلهم الصحيه دلوقتي، بس اهو يعني انت عارفه خلاص، انت كبرتي وعرفتي انت المفروض تعملي ايه. ما بنحطش المعلقه اللي بناكل بيها في طبق فيه اكتر من شخص بياكلوا فيه. يعني انا عن نفسي من الاشخاص اللي انا ما بحرجش حد، ما بحبش احرج حد، بس لما حد بيعمل كده خلاص انا مش هعرف ارجع اكل من الطبق ده مع الاسف. فيعني نراعي بعض بس. مش بنقدم حاجه لطفل من غير ما نستأذن امه، اكل يعني، لان في اطفال بيبقى عندها حساسيه، موانع معينه في حاجات الامهات بتبقى عامله حسابها لا انا مش بديها لطفلي، ما بدخلش سكر، ما بدخلش. يعني كل ام حره في تربيه ابنها او بنتها، فاحنا مش بنتدخل في ده. ما بنعلقش على تربيه الام او اسلوبها في التعامل مع الطفل، خصوصا قصاد الطفل يعني او قدام الطفل. ممكن بعد كده تبقي تساليها، مع انه يفضل ما تتدخليش، يعني هي عارفه هي بتعمل ايه. ممكن بعد كده لو علاقتك مقربه بيها تساليها على انفراد، بس مش قدام الطفل. بالمناسبه انا غلطت الغلطه دي قبل كده. ما بنعلقش على وزن حد، طوله، لونه، شكله، شعره، لبسه. يعني واضحه وصريحه وباينه، مش محتاجه نقعد نتكلم فيها كتير. مش بنتكلم مع حد بلغه ما يفهمهاش، يعني خصوصا لو لغتكم الام واحده. فاللغه في الاول وفي الاخر وسيله تواصل. يعني ما ينفعش مثلا لو انا بشوفها دي كتير، اللي هو انت تتكلم انجليزي وانا المفروض ان انا ارد عليك. طب انا مش فاهمه، ممكن تعليمي، بيئتي، نشأتي، ظروفي ما سمحتليش ان انا اكون في المستوى ايا كان. يعني مش محتاجه تبرير، ما تتكلم ليه؟ وخصوصا مثلا لما يكون حد كبير في السن، ليه تكلمه بلغه هو مش فاهمها؟ اللغه في الاول وفي الاخر وسيله تواصل. طبعا يعني انا عارفه ان في ناس
هي نشأتها دراستها بتخليها هي دي اللغة دي، ايا كان اللغة يعني ان هو ما يبقاش لغته الام هي دي اللي بتيجي في دماغه الاول او كده. بس قد ما تقدر حاول ان انت تتواصل مع الشخص باللغة اللي يفهمها، لان اللغة في الاول وفي الاخر وسيلة تواصل. ما ينفعش نبقى 3 اشخاص قاعدين وانا اخد حد على جنب واتكلم معاه ووشوشه، اللي هو يعني اللي هو نقعد نتكلم في 1000 طريقه، في مثلا رسائل نبقى نتكلم في مكالمه. بس ما ينفعش نبقى 3 قاعدين و2 يقعدوا يتوشوشوا وسايبين التالت ده قاعد اباجوره. وطبعا يعني انت عارفه كويس قوي كل ما العدد زاد كل مش انت عارفه المفروض تعملي ايه يعني، وتقدري الموقف مش شرط 3 اشخاص يعني. لو متضايقه من حد ايا كان اللي بيني وبينه، يعني زي ما بيقولوا ما بيننا وبين بعض مصانع الحداد كما يقال يعني، بس جالي بيتي، لا انت هنا بقيت ضيف، واجب عليا كرم ضيافته. ما بنتكلمش في الموضوع، ما بنهنوش، ما بنقللش منه، لا بياخد واجبه وبيتعامل كضيف وبنكرمه كرم ضيافته. بره البيت بقى يعني بره البيت بسلمه زقليه بالطوب، خدي حقك، انا ما بقولكيش تنازلي عن حقك، بس دخل جوه البيت خلاص ده ضيف. لما بندخل على ناس بنحييهم السلام عليكم بقى، مساء الخير، يجي على صباح الكنافه، اي انت يعني وذوقك. المهم يعني اننا لما بندخل على ناس ما ندخلش كده بنحييهم، ندخل نسلم على الناس، ازيكم عاملين ايه اخبار، كبرنا خلاص على الحاجات دي. بنقول شكرا ومن فضلك وبعد اذنك ولو سمحت لاي حد حتى لو كان طفل صغير. بنبتسم ايا كان مشاكلنا، اي الناس مالهاش دعوه يعني، كل واحد وعارفين اللي مكفيه وفيه مشاكله. بنبتسم، الناس مالهاش ذنب ان احنا نقرفها بمشاكلنا، تبقى خلاص اقعدي في بيتك، ما تروحيش في حته، ما تقابليش حد، اقعدي في بيتك، ما تقرفيش الناس معاك، الناس اصلا قرفانه. لو قاعده في حته وحسيتي ان حد اتعرض للاحراج، ما تبصيش ناحيته، اتصرفي اكن لم يكن. والصراحه انا نفسي بقى عايزه اوجه لنفسي ده، لان انا لا انا ما بسكتش. انا لما حد بيتعرض للاحراج قدامي ما اعرفش ده صح ولا لا، انا بحرج اللي احرجه، ودي حاجه معروفه عني طول حياتي، ما اعرفش دي عاده صح ولا لا، بس في حاجه جوايا، في اكلان كده جوايا، لا هحط عليك، انت زي ما طلعت هطلعك على المسرح. بس يعني ما تعمليش زيي، لا يعني حاولي ما تبصيش ناحيته وخلاص وعدي الموقف يعني. قدمي النصيحه على انفراد، النصيحه في العلن فضيحه يعني. ما تجيش مثلا اللي هو انتي المفروض تعمل، لا ما تعمليش كده، لا ما تعمليش ما بينك وما بينها. ولو اتطلبت منك يعني لو علاقتكم تسمح وهي حد مقرب ما اتطلبتش منك، مش هيقولوا اللي ما اتكلمتش اهي. وامدحي بقى في العلن يعني طول ما انت قاعده، والله يسلم ايدك، لا ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، ايه الشقاوه كده يعني. بس شكرا، شكرا ان انت سمعتيني، يعني شكرا ان انت اديتيني من وقتك الثمين، بس شكرا.